Episode 1 تريكات بالمكسرات للثانوية العامة. ايه الفرق ما بين ال A وال N؟ تعال نعرف بكل بساطة ايه الفرق ما بين ال A وال N. اولا بنستخدم اداة النكرة A قدام الكلمة التي تبدأ بصوت ساكن كتابة ونطقا. تعال ناخد بعض الامثلة على الكلام ده. اول مثال عندنا a boy. هنا الكلمة دي بدأت بصوت ساكن كتابة ونطقا وهو صوت البا. a girl بدأت بصوت ساكن كتابة ونطقا وهو صوت الجا. a man بدأت بصوت ساكن كتابة ونطقا وهو صوت الما. تعال ناخد بعض الأمثلة على الكلام ده. I saw a boy playing in the street. This is a girl. There was a man in the street. تعال نشوف أداة النكرة an. أداة النكرة an ودي بنستخدمها قدام الكلمة التي تبدأ بصوت متحرك كتابة ونطقا. تعال ناخد بعض الأمثلة. an orange والكلمة دي بدأت بصوت متحرك كتابة ونطقا وهو صوت ال A. وهنا an egg بدأت بصوت متحرك كتابة ونطقا وهو صوت ال A. an apple بدأت بصوت متحرك كتابة ونطقا وهو صوت ال A. تمام. تعال ناخد بعض الأمثلة. He ate an orange. There is an egg on the table. She ate an apple. طب يا مستر ما الحاجات دي عارفينها، ايه الجديد في اللي انت قلته؟ زي ما قلت لك كده بتعتمد كل الحكاية بتعتمد على الصوت. فلو الكلمة بدأت بصوت ساكن هتاخد طب لو بدأت بصوت متحرك هتاخد an. تعال ناخد كده بعض الأمثلة ونشوف بعض الحاجات. زي كلمة university هتقولي دي هتاخد an، هقول لك لا هتاخد دي بادئة بصوت يا. وهنا useful برضو بادئة بصوت يا فهتاخد سمعني كده هتاخد وهنا اقول يوروب ولا ايروب؟ لا هقول يوروبيان. هنا هتاخد European. تمام. عشان كده احط طب شايف الكلمة دي هقول hour ولا hour؟ هقول سمعك hour فهقول an hour. طب الكلمة دي هقول umbrella ولا umbrella؟ سمعك بتقول umbrella فعلى طول احط an umbrella. طب والكلمة دي SMS فهنا بقول طلعت صوت متحرك فهقول an مش تمام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلقاكم في الحلقة التالية إن شاء الله.